هل سيواصل هداف شبيبة تيارت تميزه مع نادي اتحاد الحراش؟ نجم جديد في سماء كرة القدم الجزائرية. أيوب شوك مهاجم موهوب بدأ مسيرته من مدينة الدهامشة بولاية الصيف، أين تألق مع الفريق المحلي، وها هو الآن يستعد لتجربة جديدة مع نادي اتحاد الحراش. اللاعب الذي برز من مدينة الدهامشة موطن المواهب الكروية، هداف ونجم فريق رائد بقاعة الموسم الماضي بتسجيله 23 هدفا في 28 مباراة فقط. في الموسم الحالي انتقل شوكي إلى شبيبة تيارت ليواصل تألقه في مرحلة الذهاب. سجل 7 أهداف في البطولة و3 أهداف في كأس الجمهورية، متوجا نفسه هدافا للقسم الثاني وسط غرب. يتميز شوكي بقدرته على التسجيل بكلتا القدمين وبالرأس، مهاجم ذكي وقناص حقيقي. وفي فترة الميركاتو الشتوي خطوة جديدة في مسيرة شوكي، حيث انتقل إلى فريق اتحاد الحراش. هذا ما يعكس تطور اللاعب وحرصه على تحقيق المزيد من النجاحات. أيوب شوكي مواليد 1997، منصب قلب هجوم، لاعب سابق شبيبة تيارت، الوفد الجديد لاتحاد الحراش. أيوب شوكي ليس مجرد هداف فقط، بل لاعب يمتلك حضورا ذهنيا قويا، قوة بدنية كبيرة، وقدرة على خلق المساحات بذكاء. يتميز بتمركزه الممتاز داخل منطقة الجزاء، مما يجعله عنصرا لا غنى عنه لأي فريق. نشكر كامل ولاية الصيف والناس بوقعة. ربما الفضل الكبير كان لأيوب شوكي، نموذج للاعب الطموح الذي يجمع بين الموهبة والعمل الجاد. إن شاء الله مزيد من الأهداف والنجاحات في مشواره مع اتحاد الحراش. اتحاد الحراش معروفين بطريقة التشجيع ديالهم، وإن شاء الله يبقاو يساندونا طيلة الموسم ونفرحوا مع بعض إن شاء الله. كي نقول أيوب صاحب الحس التهديفي، صاحب أكبر عدد ممكن من الأهداف كان أيوب كيف كان وكيف تأتى هذا النصر، هذا الفوز بالنسبة لك كقلب هجوم. أنت الذي كنت منقذا أمام شغوم العيد، أمام الشاوية وغيرها من الأندية، خاصة أمام شغوم العيد، أين تمكنت من توقيع 3 أهداف كاملة في مباراة واحدة. ما السر في ذلك؟ وكيفاش تمرك أيوب؟ بالراس، بالأرجل، كلش. ما هي خصائص أيوب خصائص الكاليتي اللي عنده أيوب؟ نضرب راسي مليح، لي دوبي، بلاسمون، البلاسمون